السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا ريت نذكر الله في التعليقات ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ قصة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، وما تنسوش نكمل القصة للآخر، واوعوا تنسوا اللايك والشير مع أصحابكم علشان نكبر ونستمر بيكم. واللي لسه ما اشتركش في القناة مستني ايه؟ يلا اشتركوا بسرعة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل إشعار أول بأول. قصتنا النهاردة قصة قوية جدا، قصة حقيقية وقصة جامدة من القصص اللي انتوا بتحبوها. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من آخر قصة كنا فيها مع بعض، وبشكر كل الناس الحلوة اللي بتدعمنا دايما بكلام حلو زيها. ويلا نقول بسم الله ونشوف قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. أنا اسمي أنهار، وزي ما انتوا شايفين كده أنا قاعدة في دار مسنين، رغم إن سني يدوب 45 سنة بس أنا كنت مضطرة إن أقعد هنا. الظروف اللي حكمت عليا بكده. أنا كنت متجوزة وكنت عايشة مبسوطة مع جوزي، بس ربنا أراد إني أطلع عاقر وما بخلفش. بس كنت راضية بنصيبي والحمد لله، وما كنتش أفكر في يوم من الأيام إن ممكن الزمن يجور عليا وما يبقاش ليا بيت أقعد فيه ولا ألاقي أي باب يتفتح لي. تابعوا معايا للآخر عشان تعرفوا اللي حصل بالظبط. والله أنا مبسوطة قوي إنك جيت تزورني النهاردة يا علي. ده حتى حسن جوزي لما يجي من الشغل هيفرح قوي لما يلاقيك عندنا. انت عارف هو بيحبك قد ايه وبيعتبرك زي ابنه بالظبط. يا حبيبتي والله ربنا يعلم انتوا كمان غاليين عندي قد ايه. هو انا انسى برضو ان انت اللي مربياني على ايديكي؟ بس انا مش هينفع اقعد استنى حسن، اصل انا رايحه اشوف حته ارض ناوي اشتريها وابني عليها بيت كده عشان يبقى مستقبل ليا ولولادي من بعد. ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم دي احلى فكره انت فكرت فيها. بس يا ترى بقى انت عامل حسابك في فلوس ولا مزنوق؟ وبعدين مش كنت اشتريت بيت مبني جاهز احسن لك بدل ما تشتري ارض ولسه هتبنيها تاني من اول وجديد؟ والله يا حبيبتي انا كنت بفكر في كده، بس ظهرت قدامي الارض دي ولقيتها ما شاء الله واسعه وجميله، يعني هقدر ابني عليها بيت كبير كده محترم. ده غير كمان ان الدور الارضي هيبقى كله محلات، وهيطلع كده ورا المحلات شقه صغيره يا دوب اوضه وصاله. وبعدين ما تقلقيش يا حبيبتي، انا عارفه انا بتكلم في ايه كويس. وبعدين هو انت ناسيه اصلا ان انا نجار مسلح؟ يعني المعمار ده شغلتي، وانا ببقى فاهم في الكلام ده كويس وعارف التقسيمه هتتعمل ازاي، وانا واثق من الكلام اللي بقولهولك ده. ما تقلقيش. طب على العموم يا حبيبي ربنا يوفقك، وما تنساش لو احتجت اي حاجه قول لي وانا مش هتاخر عليك ابدا. ده احنا اخوات وملناش غير بعض. وهو حتى يا سيدي لو اتزنقت في يوم من الايام يبقى لي عين اقول لك قعدني عندك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت ما ينفعيش تقعدي عندي غير وانت دافعه فلوس؟ يا حبيبتي ده هيبقى بيتي، يعني انت تيجي تطرديني انا ومراتي بره منه وتقعدي فيه انت وحسن على راسي؟ تسلم لي يا حبيبي وما تحرمش منك ابدا. يلا شوف انت هتعمل ايه في موال الارض وابقى تعالى تاني عشان تطمني. ومشي علي من عند انهار، وبعد حوالي شهر رجع لها تاني. بقى تغيب عليا شهر كامل ولا تسأل عني ولا تكلمني حتى في التليفون. ده انا كنت قلقانه عليك قوي. انت مش متعود تغيب عليا كده، ولا انت خلاص بقى شايف ان ما بقاليش لازمه في حياتك؟ والله ابدا يا حبيبتي، كل الموضوع بس اني كنت مشغول في موضوع الارض ده وخلاص. كل حاجه ان شاء الله قربت تتم على خير. طب ولما كل حاجه تمت على خير ليه بقى مشغول ومش قاعد على بعضك كده؟ هو انت متخانق مع مراتك ولا ايه؟ قول لي يا حبيبي ايه اللي مزعلك وانا احاول احللك مشكلتك لو اقدر. مفيش مشكله ما بيني وما بين مراتي، ده موضوع بسيط كده. ما تشغليش بالك انت بس، ان شاء الله هيعدي على خير. ما بلاش يا ولا تكذب عليا وقولي الحقيقه. هو انت يعني ليك حد غيري تروح تشتكي له؟ ده احنا ملناش في الدنيا غير بعض. بصراحه كده يا انهار، انا حطيت معظم الفلوس اللي معايا في الارض، والفلوس اللي كانت باقيه كنت ناوي اطلع بيها الدور الاول والتاني، وبعد كده ابقى اشطبهم على راحتي. بس للاسف الفلوس اللي معايا مش هتكفي وهتاثر معايا. والمشكله اني مش عايزه الموضوع يتاخر عن كده، لان كل ما الموضوع يتاخر كل ما الحاجه هتغلى ومش هعرف اعمل حاجه. انت عارفه ان الاسعار كل شويه بترفع قد ايه. يا حبيبي ولا يكون عندك فكره خالص، انا لسه شايله عندي الذهب بتاع ماما الله يرحمها. ده غير كمان الاسوره الذهب
اللي بابا الله يرحمه كان جايبها لي في فرحي، ودول دلوقتي يعملوا مبلغ كبير قوي ما شاء الله، هيساعدك في اللي انت عايز تعمله. ايوه يا حبيبتي، بس انا اخدت نصيبي في دهب امي خلاص، واللي معاكي ده هو نصيبك انت. والاسوره الدهب اللي بابا كان جايبها لك في فرحك دي كانت هديه منه، يعني انا ماليش حق فيها. وبعدين هتقولي لحسن جوزك ايه؟ انت عايزاه يفكر اني طمعان فيكي؟ حسن ما بيتكلمش في اي حاجه تخصني، وهو متعود ان اللي بيني وبينك ما بيتدخلش فيه. ما هو كله في الاخر راجع لك انت. هو انا يعني عندي عيال تورثني؟ ما كل حاجه في الاخر هتبقى لك انت. لما تاخد على حياه عيني انا هبقى مبسوطه، وكفايه ان اخويا هيبقى عنده بيت عايش ومرتاح فيه. طالما بقى انت ناويه انك تشاركي معايا في البيت، يبقى اعملي حسابك كده من قبل اي حاجه. الدور الاول هيبقى بتاعك انت، وهتيجي تقعدي فيه انت وحسن. لا يا حبيبي، انا لا يمكن اقبل بالكلام ده ابدا. انا وحسن ساكنين في الشقه دي بالايجار من زمان، ومرتاحين فيها، وهنبقى نيجي نزورك، وانت كمان تيجي تزورنا. هو احنا يعني هنقطع بعض؟ مفيش الكلام ده. انا اول ما ابني البيت واخلصه مش هسيبكم تقعدوا في ايجار ابدا. وبعدين انت اختي الكبيره، وفي مقام والدتي الله يرحمها، وحسن يبقى اخويا الكبير، وكفايه ان ولادي يبقوا طالعين ونازلين عليكم. ولا انت عايزاهم بقى يكونوا لوحدهم وما يشبعوش من حنيه عمتهم؟ على العموم يا حبيبي، الكلام اللي انت بتقوله ده سابق لاوان. انت بس ابني البيت وشطبه، وبعد كده نبقى نقعد انا وانت ونتكلم في الموضوع ده. هو حد عارف ربنا كاتب له ايه بكره؟ يمكن ربنا يكون كاتب لي الخير، وتلاقيني اشتريت انا كمان جنبك. طب والله العظيم دي تبقى احلى حاجه تعمليها انت وحسن. ده الارض اللي جنبي على طول بتتباع، وبسعر لقطه. اصل صاحبها عايز يخلص منها في اقرب وقت، اصله مسافر بره عقبال املتي. طب ما تاخدها انت وتأجل البنا شويه، وهو زياده الخير خيريه، وهتبقى مركونه للزمن تنفعك انت وعيالك بعدين. مش هينفع اشتريها للاسف، لان اللي معايا دلوقتي فلوس المباني وبس. وزي ما قلتلك قبل كده، الاسعار كل شويه بتزيد، ولو ما بنتش دلوقتي مش هعرف ابني تاني خالص. كلمي انت بس حسن جوزك فيها، ويمكن ربنا يهديه ويرضى ياخدها. وإن جيتوا للجد بقى، أنا كان نفسي يبقى عندي حتة أقعد فيها بدل ما أنا متبهدلة في الإيجار، خصوصا إن حسن جوزي مريض بالقلب وبالسكر، وكل شوية تعبان، وأنا خايفة يجراله أي حاجة وألاقي نفسي في الشارع. وعشان كده أول ما جه من الشغل قعدت كلمته. على فكرة يا حسن، علي أخويا كان عندي النهاردة وبيسلم عليك قوي. تصدق إنه كلمني في حتة أرض بتتباع جنب الأرض اللي هو اشتراها، وإيه، بسعر لقطة يا حسن. وكان بيقول لي إن إحنا نشتريها ونبقى قاعدين في ملكنا، بدل ما إحنا متبهدلين في الإيجار كده. إيه رأيك؟ أنا شايفة إنها فكرة حلوة قوي بصراحة، هتنفعنا في المستقبل. هتنفعنا في المستقبل؟ هنعمل بيها إيه يعني يا أنهار؟ ده مفيش غير أنا وإنت، ولا عندنا لا عيل ولا تيل يورثنا. أدينا قاعدين ومبسوطين يا ستي في شقتنا. وما تقلقيش، أنا لو جرالي أي حاجة أنا سايب لك مبلغ كويس تتسندي عليه، يعني مش هتتبهدلي ولا حاجة. اخصى عليك يا حسن، بقى انت برضو تظن فيا اني بفكر عشان لو انت جرالك حاجة؟ انا بتكلم ان احنا نقعد فيها انا وانت. وبعدين يا اخويا، ما انت زي الفل اهو. ده انا حاسه اني هفلسع قبل منك، وهتفضل انت قاعد هنا تتهنى وتتجوز يا اخويا بالفلوس. اتجوز ايه بس يا وليه يا ام مخ طاقه انت؟ هو انا قادر اقف على رجلي لما اتجوز؟ طب تصدقي بالله، انا من ساعه ما تعبت وبقيت مش قادره على الشغل بالشكل ده، وانا بقول يا ريتني كنت سمعت كلام ابوي وكنت كملت تعليمي وطلعت موظف بدل الصنعة اللي مخلصة عليا دي. ويا ريتني حتى هلاقي معاش ولا حاجة في الآخر، إلا أول ما أقعد منها أنا وإنتي هناكل طوب. يا أخويا، هو أنت بتقول كده عشان تغزي العين عنك ولا إيه؟ ده أنت ما شاء الله زي الفل أهو. طب ده أنا حاسة إني هاجي في مرة وأعرف إنك متجوز عليا، وساعتها بقى مش هقولك على اللي أنا هعمله فيه. ده أنا ساعتها مش هيكفيني إن أقطم رقبتك حتى. طب تصدقي إن فكرتك حلوة؟ يمكن لما اشوف لي بنت صغيرة وحلوة كده ترجع لي شبابي تاني، وابقى زي الأول وأحسن، بدل ما أنا ركبي بقت تشخشخ بالشكل ده كأني عندي 100 سنة. يا خبرك أبيض! طب جرب كده تعملها وتتجوز، وأنا أخلي خرجتك أنت والعروسة اللي هتتجوزها في يوم واحد، ومش هتبقى أي خرج. ده أنا لازم أمشي وراكم فرقة بالطبل البلدي، هجيب لكم حسب الله السادس عشر يزفكم. الله يحزك يا وليه.
خليتيني أضحك وأنسى تعب الشغل كله. بقول لك إيه بقى، أنا حبة الضحك دول جوعوني. أنت مش هتأكلينا ولا إيه؟ من عيني، 10 دقايق ويكون الأكل جاهز. وهي دي كانت حياتي مع حسن، كان كل حاجة بيقلبها ضحك وهزار. كانت الضحكة دي ما بتفرقش وشه، لو كان بس يشوفني زعلانة كان بيقلب الدنيا لحد ما يراضيني ويخليني أضحك تاني. المهم، بعد ما حسن رفض إنه يشتري الأرض دي، بصراحة أنا كنت شايفة إن هو عنده حق. ما إحنا ما عندناش عيال ولا عندنا حد، وهو كان شايل مبلغ في البيت لأنه ما بيحبش البنوك، وكان عامل حسابه يتسند عليه وقت زنق. تصدقي إن أنهار أختي عرضت عليا إن آخد نصيبها في دهب ماما عشان الفلوس اللي ناقصاني في المباني والتشطيب، بس طبعا أنا رفضت ومش ناوي آخد الدهب ده منها مهما حصل. وليه بقى إن شاء الله مش ناوي تاخد الفلوس دي؟ هو أنت هتفضل خايب لحد إمتى؟ مش بدل ما يطلع عينك على بال ما تخلص البيت؟ أهو الدهب بتاعها ده هينفع ونعرف نخلص كل حاجة مرة واحدة. بس أنا أخدت نصيبي في دهب ماما وخلاص، لكن اللي معاها ده يبقى نصيبها هي، وحرام لما أخده منها وهي ملهاش حد وملهاش غير الدهب ده هو اللي هيسندها لو حصل حاجة. يا أخويا بالله عليك بقى تبطل العواطف الفارغة دي، لو حصل أي حاجة إحنا عمرنا ما هنسيبها. وبعدين ما هو في الأول وفي الآخر كل حاجة هترجع لك أنت، ولا أنت ناسي إنك أنت الوريث الوحيد ليها؟ ما هو أختك ما عندهاش حد وراها غيرك أنت. لما تاخد الفلوس والدهب على حياة عينها أحسن ما تبقى محتاج وهي ركنهم عندها. على العموم أنا شكلي كده ما قداميش حل غير ده، أنا فعلا هاخد منها الدهب، بس هخلي ده آخر حل، يمكن ربنا يسهل وما احتاجوش خالص ويفضل عندها. وعدت الأيام وعلي أخويا بنى البيت بتاعه وخلصه، ولقيناه جاي بعدها يزورنا يوم أجازة حسن. بقول لكم إيه بقى، أنا عايز أكلمكم في موضوع مهم ومش عايز كلام كتير ومناقشة كتير. أنا مش هقبل الرفض في الموضوع ده خالص، أنا عايز موافقتكم عليه من قبل ما تعرفوه حتى. طب وهو ينفع حد يوافق على حاجة من غير ما يعرفها؟ أظن يعني دي حاجة ما تنفعش خالص ولا حد يقبلها. قول لي بس أنت عايز إيه الأول، وبعد كده نبقى نوافق ولا نرفض. طيب يا سيدي، أنا هعمل لك اللي أنت عاوزه وأقول لك على الموضوع، بس زي ما قلت لك قبل كده أنا مش هقبل منك أي رفض. أنتوا طبعا عارفين إن أنا خلصت البيت بتاعي خلاص، وأنا جهزت الشقة بتاعت الدور الأرضي وبقت مش ناقصة غير على وجودكم فيها. لا يا سيدي، إحنا متشكرين قوي ليك، إحنا مرتاحين هنا في شقتنا ومش عايزين نقعد مع حد. إحنا ناس قاعدين هنا دماغنا رايقة، نهزر نضحك، محدش معانا ولا حد باصص علينا. هو أنت عايزنا نقعد معاك هناك عشان تحسدونا ولا إيه يا عم أنت؟ أنا عايش أنا ومراتي هنا كأننا في شهر عسل على طول، وما بنحبش يبقى حد شايفنا ولا ينغص علينا عشتنا. يا عم أنت تعالى بس، وأنا مش هنزل لك تحت خالص، ولا هخلي مراتي ولا حد من العيال ينزل لكم، وهسيبك عايش في العسل على طول. بس أنا عايزة أتونس بيكم، ويبقى أخويا وأختي قاعدين معايا في البيت، وأطلع وأنزل عليكم، وحتى لما أكون في الشغل أبقى مطمن على ولادي وأنتم موجودين في البيت. بص يا علي يا ابني، البني آدم بطبعه تقيل، وكل ما تبعد حبة تزيد محبة. طول ما احنا بعيد كده وبنزوركم وبتيجوا تزورونا هنفضل كويسين مع بعض، لكن لو قربنا وبقينا عايشين في بيت واحد صدقني يا ابني هتحصل مشاكل كتير قوي. مشاكل ايه بس اللي هتحصل؟ ده انت اخويا الكبير ومش بتاع مشاكل، انا عارفة. وانهار اختي مفيش اطيب ولا احن منها في الدنيا كلها، وبرضه هي مش بتاعت مشاكل، يبقى هتيجي منين المشاكل بقى؟ ما تأخذنيش في اللي انا هقولهولك ده يا علي، بس انت عارف ان مراتك طبعها صعب شوية، واختك انهار زي ما انت عارف غلبانة، لا بتتكلم ولا بترد، وانا مش هستحمل ان مراتك تقول لها كلمة تحرجها بيها ولا حاجة. ليه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انت يعني شايفني مش راجل ولا ايه؟ ومش هعرف احكم مراتي؟ ده انت كده بقى بتهني وبتغلط فيا، وكده حق ازعل. يا حبيبي انا ما اقصدش اهينك ولا اغلط فيك لا سمح الله، كل الموضوع بس ان انا بحب ابقى براحتي، وبرضه عايزك تكون براحتك انت ومراتك. وبعدين انت عارف انت غالي عندي ازاي، وعشان كده انا بترجاك ما تضغطش عليا وتسيبني براحتي. خلاص يا حسن، وانا مش هضغط عليك، انا عارف انك ما بتحبش تعمل حاجة غصب عنك. وعلى العموم يا سيدي، ده بيتك قبل ما يكون بيتي، ووقت ما تحب تنقل فيه افتكر ان انا ابنك، وهيبقى لي الشرف انك تقعد معايا.
علي أخويا علي أخويا كان حنين قوي، عمره ما كان وحش ولا قاسي، بس كانت مراته صعبة شوية، وكانت عايزاه ليها هي وبس، ما كانتش عايزاه يعرف أي حد غيرها، لدرجة إنه كان بيجيلي سرقة من وراها، لأنها لما كانت بتعرف كانت بتتخانق معاه وبتبهدل الدنيا. طبعا علي أخويا ما كانش بيخاف منها، بس علي بطبعه ما بيحبش المشاكل، دايما بيحب يعيش في هدوء وسلام، وعشان كده ما كانش بيحب يعرفها إن هو جاي عندي، وأنا ما كنتش بزعل منه، لأن ما كانش يهمني إذا كانت هي تعرف ولا لأ. وبعد ما علي أخويا بنى بيته بحوالي سنة، حسن جوزي تعب قوي، لدرجة إنه مبقاش قادر ينزل الشغل، وبقى ملازم السرير على طول. وطبعا حسن كان شغال أرزقي على باب الله، وشغله ده كان هو مصدر رزقنا الوحيد، فكان الوضع بقى صعب قوي. بقولك إيه يا أنهار، خدي يا حبيبتي القرشين دول وخليهم معاكي، أنا عارف إن هما مبلغ بسيط ومش هيعمل أي حاجة، بس أهو أي حاجة تسند معاكي في الظروف اللي انت فيها دي. أنا عارف إن شغل حسن كان هو المصدر الوحيد ليكم، أنا عارف إنه أرزقي على باب الله زي حالاتي. الحمد لله يا حبيبي، إحنا معانا فلوس والحالة مستورة، والله العظيم إحنا مش محتاجين أي حاجة، ولو احتجت أي حاجة أكيد هقول. هو أنا وحسن لينا حد غيرك في الدنيا؟ على فكرة أنا بزعل لما بلاقيك أنت وحسن عاملين فرق ما بيني وما بينكم بالطريقة دي. هو أنا لولا وقفتك أنت وحسن جنبي كنت عمري بقى عندي بيت، أو بقيت صنايعي، أو وصلت لأي حاجة من اللي أنا وصلت لها النهاردة دي. ده أنا كل اللي عندي ده النهاردة يا أنهار يبقى ملككم انتوا، وانتوا أصحاب الفضل فيه بعد ربنا. أنا عمري ما أنسى إن حسن هو أول حد أخدني ووداني الصنعة اللي أنا فيها دي، وشجعني إن أتعلمها. وعمري ما هنسى إنك أنت اديتيلي نصيبك في ورثك من دهب أمك، وكمان اديتيني هدية بابا ليك الله يرحمه. تقومي انت جاية بقى دلوقتي وترفضي المبلغ البسيط اللي أنا بديهولك ده؟ يا حبيبي انت عارف إن حسن لو عارف إن أنا أخدت منك أي فلوس هيتضايق، وحالته النفسية هتتعب أكتر. انت عارف إن أنا ما أقدرش أكدب عليه، لو سألني هقوله الصراحة، وهقوله إن أخدت منك، وساعتها بقى هيتضايق مني. وبعدين أنا مش بكدب عليك، أنا فعلا الحمد لله معايا فلوس. حسن ربنا يستره دنيا وآخرة يا رب، زي ما طول عمره ساترني. كان عامل حسابه في مبلغ كده علشان لو تعب ولا رقد يبقى يصرف منه. على العموم يا حبيبتي لو احتجتي أي حاجة لازم تكوني عارفة ومتأكدة إن أنا رقبتي سدادة ليك أنت وحسن، وأنا أقسم بالله مستعدة أبيع بيتي وأبيع الهدوم اللي عليا كمان، مقابل إن حسن يخف ويقوم لنا بألف سلام. يا حبيبي أنا عارفة كل الكلام اللي أنت بتقوله ده من غير ما تحلف والله، بس يلا بقى، يلا دلوقتي ندخل نقعد مع حسن عشان بيزعل لما بنسيبه لوحده في الأوضة. أنا عايزة أوصيك على أنهار يا علي، بلاش تبهدلها أو تخلي حد يأذيها بالكلام. أنا خلاص قربت أسيبها، أنا عارف إن أنت جدع وراجل، بس في نفس الوقت عارف إن مراتك ما بتحبش أنهار، وللأسف هي قريب قوي هتكون مجبرة إنها تروح تعيش عندك وتتعامل مع مراتك غصب عنها. إيه يا عم حسن اللي أنت بتقوله ده؟ أنت هتقوم بالسلامة إن شاء الله، وبرضه هتيجي تقعد عندي أنت وأنهار. وصدقني مراتي اللي مش عاجباك دي أنا مستعدة أطلقها، بس تبقى أنت وأنهار راضيين عني. وسبحان الله حسن جوزي زي ما يكون قلبه كان حاسس، لأن بعد القعدة دي ما كملش كام يوم وكان مقابل وجه رب كريم. وطبعا احنا كنا بنصرف طول الفترة اللي هو كان تعبان فيها دي، بنصرف من الفلوس اللي كان شايلها، وعشان كده الفلوس خلصت وما بقاش معايا منها ولا مليم. ولقيت نفسي فجأة لوحدي والدنيا فضيت عليا، وما بقيتش عارفة أعمل إيه ولا أصرف منين، لدرجة إن أنا نزلت أدور على شغل بعد ما سني عدى ال40، وبقيت ألف على المصانع وعلى الشركات يمكن ألاقي حد يرضى يشغلني في سني ده، ما أنا يعني كنت هصرف وأدفع الإيجار منين. وفي مرة رجعت من بره لقيت علي أخويا قاعد على السلم. إيه ده؟ أنت قاعد كده ليه يا حبيبي؟ طب مش كنت تتصل عليا وتعرفني إنك جاي بدل ما أنت قاعد على السلم كده؟ يعني ينفع إن أعرف إنك عمالة تلفي وتدوري على شغل وأنا لسه عايش على وش الدنيا؟ طب حتى استني لما أسيب الدنيا وأمشي وأحصل حسن، وساعتها بقول إنك مالكيش راجل واطلعي اشتغلي براحتك. ولا يمكن أنت شايفاني مش راجل ومش هقدر على لقمتك يا أنهار؟
ليه بس الكلام اللي بيزعل ده؟ ملوش لازمة الكلام ده يا حبيبي. وبعدين مين قالك إن أنا كنت بدور على شغل؟ أنا كنت عند واحدة صاحبتي بزورها. ما أنت عارف بقى، أنا دلوقتي فاضية وعايشة لوحدي، وبحاول أسلي نفسي بأي حاجة. الكلام ده تروحي تقوليه لأي حد تاني، لكن أنا أخوكي وعارفك كويس. وعلى فكرة، أنا قابلت صاحب البيت وقلت له إن إحنا هنسلمه الشقة على آخر الشهر، لأنك هتيجي تقعدي معايا في البيت، وأنا مش هقبل منك كلمة في الموضوع ده. فلو سمحتي بقى ما ترفضيش وتشيليني الهم أكتر من كده. طبعا أنا ما رفضتش، لأن ما كانش قدامي حل تاني. أنا كنت بدور على شغل من ساعة وفاة جوزي الله يرحمه، وما كانش حد راضي يشغلني في سني ده غير كمان إن أنا أول مرة هشتغل، يعني لا عندي صنعة ولا عندي خبرة في حاجة، وكمان صحتي كانت على قدي. وافقت إن أروح أسكن عند أخويا في البيت، وكنت عارفة إن هو اداني فرصة لآخر الشهر، أولا علشان ألحق ألم حاجتي من البيت، وثانيا عشان هو يلحق يقنع مراته إن أنا هقعد في البيت معاه. بقول لك إيه يا حكمة، أنا عايزك تنزلي تنضفي الشقة اللي في الدور الأرضي وتمسحيها كويس وتخليها زي الفل. عايزها في خلال يومين بالكتير تكون جاهزة، كأنها شقة عروسة بالظبط. هو ده ليه بقى إن شاء الله؟ مش تفهمني أنت هتعمل إيه بالظبط، ولا أنت عايز تفضل تدي في أوامر كده وخلاص؟ هو أنت ما ينفعش تعملي أي حاجة من غير ما تردي؟ على العموم أنا هقولك علشان أريح دماغي مش أكتر، أختي أنهار هتيجي تقعد معانا في الشقة اللي في الدور الأرضي. أوف بقى، وأنا إيه بقى اللي يجبرني إن شاء الله إن أستحمل أختك واستقبلها في بيتي؟ أنا لا يمكن أوافق إنها تقعد معايا هنا في البيت أبدا. أنا واحدة بحب أخد راحتي في بيتي، وما أحبش حد غريب يقعد معايا فيه. هو أنت اتجننتي ولا في حاجة حصلت في دماغك؟ دي أختي ومش حد غريب، يعني البيت بيتها وبيت أخوها، وبعدين هي هتقعد في ملكها، ولا أنت ناسية الدهب اللي هي ساعدتني بيه؟ يعني حق ربنا بيقول إن هي ليها نص البيت هنا، لكن هي ما طلبتش أي حاجة، وأنا اللي عايزة أجيبها هنا بالعافية وغصب عنها. بقول لك إيه يا علي، أختك دي كشرية وإتم، ووشها ما بيضحكش للرغيف السخن. اعمل حسابك من دلوقتي، لو أختك اللي اسمها أنهار دي جت هنا وعتبت باب البيت، أنا هخرج منه ومش راجعه له تاني أبدا، وابقى خليها بقى هي تنفعها. طب أقسم بالله لو مشيتي وما رجعتيش تاني ونفذت اللي انت بتقولي عليه ده، هتبقي خدمتيني أكبر خدمة في حياتي. واعملي حسابك من دلوقتي، أنا مش هسيب أختي تتبهدل عشان انت ترتاحي، وأنهار هتيجي تقعد هنا غصب عني. ومش عاجبك ما تستنيش لما هي تيجي، اتفضلي بره من دلوقتي، وأنا هجيب لها واحدة بالفلوس تخدمها وتشوف طلباتها لحد ما اتجوز عليكي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني هي لسه ما جاتش ولا سكنت هنا ولحقت تقلبك عليا وتخرب ما بيننا؟ امال لما تيجي تقعد هنا بقى هتعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اعمل حساب، انا ولا مسامحاك ولا مسامحاها، ربنا ينتقم منكم انتوا الاتنين. وسابها علي وخرج. اما حكمت اتصلت على مامتها عشان تشتكي لها. شفتي يا ماما الهم اللي انا فيه؟ بقى انا ما صدقت يبقى لي بيت واقعد فيه زي الهان، اقوم ملحقش افرح بيه، والبي جوزي عايز يجيب لي اخت تقعد معايا في البيت هنا في الشقه اللي تحت. هو انا كنت ناقصه هم؟ طب وانت ايه اللي يسكتك على كده ويجبرك على الوضع ده؟ انت لازم تهدديه انك هتسيبي له البيت لو هي جت وقعدت معاك، وصدقيه ساعتها هيخاف ويرجع في كلامه. والله يا ماما عملت كده، ورد عليا وقال لي اختي هتيجي تقعد في البيت هنا والبيت بيتها، ولو مش عاجبك اطلعي بره من دلوقتي. وانا فعلا هلم هدومي واسيب له البيت وامشي، ويانا ياخده في البيت ده. يا بت بطلي هبل، ما تبقيش عبيطه، ده انا كنت بقولك انك تهدديه بس عشان يرجع في كلامه، بس طالما هو مصمم بقى على رأيه يبقى اوعي تسيبيله البيت، عشان ما تدهاش فرصة انها تبقى هي الهانم فيه وتحكم وتتحكم براحتها. لازم تقعدي على قلبها من اول ساعة تحط رجلها في البيت، لازم تعرفيها مين هي الهانم صاحبة البيت اللي كلمتها ماشية على الكل، عشان ما تفكرش نفسها انها بقت ست الكل وتعمل حما عليك. تصدقي يا ماما عندك حق، ربنا يخليكي ليا وتفضلي تنصحيني كده على طول. انا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه، ده انا كنت بكلمك عشان اعرفك اني خلاص هسيب له البيت واجيلك. لولا نصيحتك دي كان زماني فرحتها فيا دلوقتي وبقت هي ست البيت.
بس اعملي حسابي، أي حاجة تعمليها تبقى من ورا ظهر جوزي، إنما قدامه حسسيه إنك معيشاها عيشة الملوك وشايلاها على راسك شيء، عشان لما هي تيجي تشتكي له منك وتقول له أي حاجة عليكي يكذبها ويصدقك انت. عايزاكي كده تبقي ناصحة وتسمعي كلام أمك عشان تكسبي. والله يا ماما أنا حاسة إني مهما عملت مش هقدر أخليه يسمع كلامي ويقلب على أخته دي. أصلك انت مش عارفة علي بيعشق أنهار أخته قد إيه، وأظن كده إنه مستحيل أقدر أقلبه عليها. لا يا حبيبتي بيتهيألي، الزن على الودان أمر من السحر. وصدقيني لما يلاقيكي بتعامليها حلو وكويس قدام وتيجي هي تقول له مراتك بتعاملني وحش ولا بتقولي ولا بتعملي، هيكدبها ويصدقك انت، لأن هو شايف بعينه انت بتعامليها حلو ازاي. وطبعا أنا ما كنتش أعرف إذا كانت مرات أخويا موافقة إن أقعد معاها في البيت ولا لأ، لأني ولا قعدت معاها ولا كلمتها في أي حاجة. وفعلا بعد الشهر ما خلص جه أخويا وخدني عشان أسكن عنده في البيت. أنا خليت بقى حكمة توضب لك أوضة الأطفال وتفضلك الدولاب بتاعها خالص عشان تقعدي معانا في الشقة فوق وتتونسي بينا، بدل ما تقعدي تحت في الشقة لوحدك. وما تقلقيش على عفشك خالص، أنا هشونهولك في الشقة اللي تحت وهغطيهولك كمان عشان ما يتبهدلش من التراب. ولو عايزاني يا ستي أفرشهولك خالص أنا تحت أمرك في اللي انت تطلبيه. بص يا علي، أنا وافقت إن أسكن معاك في البيت علشان أريحك، يبقى أنت كمان لازم تنفذ لي اللي أنا عايزاه علشان تريحك. أنا ومراتك مش هنرتاح مع بعض في حتة واحدة، ومراتك هتفضل تعمل مشاكل وأنت عارفها وعارف كده كويس، وأنا ملياش دماغ لكده. أنا بطلب منك إنك تسيبني أقعد في الشقة اللي في الدور الأرضي، واديني هبقى معاك في نفس البيت وهتبقى واخد بالك مني كويس، وكمان هبقى أنا مرتاح، وأنت كمان هتريح دماغك من المشاكل اللي مراتك هتفضل تعملها لك كل شوية. أيوة يا أنهار، بس الشقة صغيرة أوي، دي أوضة وصالة. يا سيدي على قد، هو أنا يعني مين معايا؟ ما أنا قاعدة بطولي. ولو إنك ظالمة حكمة على فكرة، هي فرحت قوي لما قلت لها إن أنت جاية لنا، وبقت عمالة توضب في الأوضة وكانت فرحانة إنك هتقعدي معاها. بس أنا مش هزعلك وهعمل لك اللي أنت عايزاه وهسيبك تقعدي في الشقة اللي تحت. وفعلا نقلت مع أخويا في البيت عنده، وكنت قاعدة في الشقة اللي في الدور الأرضي، وما بطلعش الشقة عنده خالص مهما اتحايل عليا، وهو اللي كان دايما بينزل يطمن عليا، وكذا مرة يطلب من مراته إن هي تنزل الغدا ونتغدى كلنا مع بعض، لكنها كانت بتعمل حوارات عشان ما تنزلش، وكانت يدوب تنزل لي طبق فيه شوية أكل كأنها بتراضي واحدة بتشحت. أنا مش كلمتك كذا مرة إني عايز أرجع من الشغل ألاقيكي مجهزة الأكل في الشقة عند أختي تحت عشان نتغدى معاها؟ أنا مش عايزة تقعد لوحدها كده كتير. ده أنا أخدت الأكل ونزلت وبهدلتني وفرجت عليا الدنيا، لدرجة إن الناس اللي ماشية في الشارع بقت واقفة بتتفرج عليا، وكنت واقفة في نص هدومي وهي عمالة تشتم فيا وقالت لي ممنوع أشوف وشك تاني هنا، أنا ولا بطيئك ولا بتصوري. هو أنا يعني هفضل متبهدلة كده ما بينك أنت وأختك؟ أنا مش عارفة أعمل إيه معاك، ورغم البهدلة والإهانة اللي هي عملتهم لي أنا مهنش عليا أسيبها من غير أكل، ونزلت لها الغدا وفضلت قاعدة تحت رجليها أتحايل عليها لحد ما رضيت تاكل، وبعد كده جبت الأطباق فاضية وطلعت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا مش عارف إيه اللي حصل لها، أنت مش أول مرة تشتكي منها، بس على العموم استحمليها، خليها عليكي شوية، أنت بنت أصول وأصيلة يا حكمة، دي مهما كان برضو أختي الكبيرة وهي اللي مربياني. ده غير كمان إن وفاة جوزها الله يرحمه تعبت أعصابها على الآخر، ولازم نقف جنبها وما نسيبهاش لحد ما تعدي أزمتها على خير. وطبعا من كتر الشكاوي والكذب اللي حكمة كانت بتقولهم لأخويا علي ما بقاش يعدي عليا كل يوم زي ما كان بيعمل، وبقى بيعدي عليا كل فترة، وفين وفين على ما يجي يقعد معايا شوية، يمكن كل أسبوع مرة. وبعد فترة حماه مات، ومن هنا بقى بدأت المشاكل اللي على حق. بقول لك إيه يا علي يا حبيبي، أنا عايزة أطلب منك طلب، بس خايفة لحسن تكسفني، مع إني عارفة إن أنا غالية عندك ومستحيل تتأخر عني في أي طلب. قولي يا حكمة انت عايزة ايه، وانا عينيا ليكي في اي حاجة تطلبيها.
انت طبعا عارف ان ماما ساكنة بالإيجار، وبقت ست كبيرة وقاعدة لوحدها، وطبعا هتحتاج حد يراعيها دلوقتي. أنا كنت يعني بقول بدل ما هي قاعدة لوحدها تيجي تقعد مع أنهار تحت في الشقة، أهو منها تونسها وياخدوا بحس بعض، ومنها أخدمهم هما الاتنين بعناي. هتيجي تقعد مع أنهار فين بس؟ دي الشقة اللي أنهار قاعدة فيها يا دوبك أوضة وصالة، يعني يا دوب على قد أنهار. يبقى والدتك هتيجي تقعد فين بس؟ ما هو مش معقول يعني هقول لوالدتك تقعد في الصالة وأقول لأنهار أختي تنام في الأوضة، أو أخلي مامتك هي اللي تنام في الأوضة وأنهار أختي تنام في الصالة. لا يا حبيبي، إحنا ممكن نجيب سرير صغير كده في الأوضة مع أنهار، ويقعدوا هما الاتنين في نفس الأوضة. يا إما يعني لو أنهار هترفض إن ماما تقعد معاها في نفس الأوضة، يبقى خلاص ماما تنام على الكنبة اللي في الصالة. أي حاجة يا علي، المهم إن أمي ما تبقاش متبهدلة لوحدها. أرجوك يا علي توافق. أنا عن نفسي موافق وما عنديش أي اعتراض، بس قولي بس يا رب أنهار أختي توافق. وبعدين في حاجة عايزة أفهمها، والدتك ليه ما تروحش تقعد عند أخوكي؟ مش أخوكي برضه أولى بيها مني؟ هو أنت عايزني أسيب مرات أخوي هي اللي تخدم ماما وأنا موجودة؟ وبعدين بصراحة بقى من الآخر كده، هي كلمت أخويا عشان تروح تقعد عنده، بس هو رفض وقال لها إن مراته مش هتستحملها. فعشان كده بقى أنا طلبت إنها تيجي تقعد عندي. ولا أنت يعني عايزني أتبرى منها وأطردها أنا كمان زي ما أخويا عمل؟ أنت شكلك كده ناوياها، يعني وافقتي قبل ما أكلم أنهار وحطيتيني قدام الأمر الواقع. عايزاني أعمل إيه يعني؟ على العموم أنا هنزل أكلم أختي واللي ربنا كاتبه خير إن شاء الله. ونزل علي علشان يتكلم مع أنهار. بقولك إيه يا أنهار، أنت طبعا عارفة إن حماتي ست كبيرة وعايشة لوحدها دلوقتي بعد وفاة جوزها، وعشان كده أنا كنت عايزة أجيبها تقعد معاكي هنا، أهو على الأقل خالص تاخد بحسك وتاخدي بحسها وتونسوا بعض، وهي حكمة تخدمكم انتوا الاتنين وتاخد بالها منكم. ازاي بس يا علي؟ انت شايف ان الشقة صغيرة؟ بصراحة اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. انا بحب اخد راحتي في الشقة وما احبش حد غريب يكون موجود معايا. وبعدين لما انت ناوي تجيب حماتك هنا في الشقة ما كنت سبتني قاعدة في الإيجار؟ اهو على الأقل خالص كنت هبقى براحتي ومش هيبقى في حد قاعد معايا. وبعدين انت عايزها تيجي تقعد فيه، انا اللي هقعد في الأوضة ولا هي؟ اللي انت بتقوله ده ما ينفعش يا علي. اصل حكمة عمالة تعيط ومامتها مش عارفة تروح فين. انت عارفة ان ملهاش حد، وانا بصراحة بقيت محتار ومكسوف من مراتي ومن حماتي. ملهاش حد ازاي بس؟ ما هي عندها ابنها بسم الله ما شاء الله، عنده بيت قد بيتك ده مرتين تلاتة، ومبسوط وعيشته مرتاحة قوي. معلش يا علي، خليها تروح تقعد عند ابنها، هو أولى بيها منك ومن أي حد. وطلع علي علشان يبلغ مراته باللي حصل زي ما أنا قلتلك بالظبط. أختي أنهار رفضت إن مامتك تقعد معاها. عرفتي بقى إنك اتسرعتي وقلتي لوالدتك إنها تيجي على الفاضي زي ما أحرجتيني مع والدتك. اتصلي بيها وعرفيها إنها ما تجيش وتروح لأخوكي، هو أولى بيها. وسابها علي قبل ما ترد عليه ودخل نام. وتاني يوم راح الشغل، ولما رجع من شغله لقى مراته قاعدة بتعيط. في إيه مالك؟ عمالة تعيطي ليه؟ هو أنا كل لما هاجي ألاقيكي بتعيطي؟ أنا مش هخلص من الموال ده ولا إيه؟ أنا بقيت عايش في نكد 24 ساعة وما بقيتش هطيق أجي البيت بسبب النكد ده. ما هو أنا كنت عارفة إنك هتطبطب على أختك وتيجي عليا أنا. والله من ساعة ما قلت إنك هتجيبها تعيش معايا هنا وأنا كنت عارفة ومتأكدة إني مش هعرف أعيش ساعة واحدة وأنا مرتاحة. ليه بتقولي الكلام ده؟ أنهار عملت لك إيه؟ هو أنت نزلتي اتكلمتي معاها في الموضوع ده ولا إيه؟ ولا اتكلمت معاها في موضوع ولا غيره. أنا كنت نازلة مودية لها الغدا زي كل يوم، وأول ما شافتني لقيتها راحت مكشرة وفضلت تهزق فيا وتقول لي كلام ملوش لازمة، وفضلت تزعق وتقول لي على فكرة البيت ده بيتي ومحدش يقدر يحكم عليه ولا يمشي رأيه عليا، ولا انتي ولا علي ليكم كلمة هنا. الكلمة كلمتي والأمر أمري. ولو مفكرة إن علي جوزك ده راجل وليه كلمة تبقي مجنونة وبتحلمي. واعملي حسابي أمك مش هتخطي هنا، ولو أمك رجلها دخلت عتبة بيتي أو عتبة شقتي أنا هزعلها على رجليها.
ورمت طبق الأكل في وشي، بهدلتني بيه. سبتها وطلعت على السلم عشان أرحم نفسي من المشاكل والبهدلة، لكن هي ما سكتتش وفضلت تقولي: أنا قلت كلامي لعلي، ولما أشوف كلمته هو اللي هتمشي وأمك هتيجي، ولا كلمتي وجزمتي أنا اللي على رقبته، وأمك مش هتخطي برجلها جوه البيت هنا. أنا هعرفكم مين هنا كبيرة البيت، ومين هنا اللي كلمتها بتمشي. إيه ده؟ إيه اللي أنتي بتقوليه ده؟ بقى أنهار أختي شايفاني كده؟ شايفاني مش راجل ومش هيبقى لي كلمة في بيتي، وهي صاحبة الأمر والنهي؟ طب أنا هنزل وأشوف إزاي تقولك الكلام ده. لا لا يا حبيبي، بلاش. أنت عارف أختك وكذبها، هتفضل تعيط وتتمسكن وتقولك: ما هو علشان أنا ماليش عيال وماليش حد بتتحكم فيا، وهتكذب وتقلبك عليا. أنا شايفة إن أحسن رد تعرفها بيه مين هو صاحب البيت اللي كلمته بتمشي على رقبة الكل، هو إنك تعرفها إن ماما جاية، وتجيبها تقعد معاها غصب عنها ولو شهر واحد بس، تبقى اسمك مشيت كلامك ونفذت كلمتك. وبعد الشهر يا سيدي تبقى ماما ترجع بيتها تاني، أو تروح تقعد عند أخويا، أهو تبقى وصلت لها الرسالة اللي أنت عايز توصلها لها من غير مشاكل وخلاص. لا يا حكمة، برضه مش هينفع إن أجيب والدتك تقعد هنا معانا فجأة، لازم على الأقل أكون مديها خلفية عن الموضوع. خلاص بقى يا حبيبي، يبقى أنا هروح أخدم والدتي وأعمل لها طلباتها، وهي تفضل في بيتها، طالما أنت مش طايقني أنا ومامتي، وطالما أختك بقت هي ست البيت اللي كلمتها ماشية على رقبة الكل، وبقت حكمة كل يوم تروح لمامتها، وبقى علي يرجع من الشغل لا يلاقي غدا معمول ولا بيت متنضف، واستمر الوضع على كده فترة كبيرة لحد ما علي زهق. والله يا ماما أنا شغالة لهم في الأزرق هناك، وأنا هعرف اللي اسمها أنهار دي إزاي ترفض إنك تيجي بيت بنتي، وهعرف علي إزاي يسمع كلام أخته. ده أنا ما بقيتش أطبخ في البيت نهائي، ولا بقيت أنضفه، ولا بعمل أي حاجة. وكل ما يجي يتكلم أقوله: أنا عند ماما عشان بخدمها، ومش هرتاح غير لما أخليه يقولي حقي برقبتي، وهو اللي يتحايل عليا عشان أجيبك البيت كمان. وإذا كان عليا أنا بقى، أول ما هاجي البيت هعرف اللي اسمها أنهار دي إزاي تمنعني أجي بيت بنتي، ولازم أخليها عايشة أيام ما يعلم بها إلا ربنا. هو أنا موعودة بالناس اللي مش طايقاني؟ يعني لما رحت أقعد عند أخوكي، مراته ما كانتش طايقاني وما ارتاحتش غير لما سبت لها البيت ومشيت، ولما أفكر أقعد عندي ألاقي أخت جوزك مش عايزاني، والله ما هرتاح غير لما أخلي أيامها زي الهباء، وأخرجها من الشقة وأقعد أنا فيها لوحدي. وطبعا حكمة لما كانت بترجع من عند مامتها كانت بتعمل نفسها تعبانة وما بتتحركش من مكانها، ولما كان علي يجي يتكلم معاها أو يطلب منها طلب كانت تفضل تعيط وتتمسك علشان يصدق إن والدتها فعلا محتاجاها ولازم تروح لها كل يوم. وللأسف أنا ما كنتش بعرف أعمل أكل ولا حاجة، لأنها ما كانتش بتنزل لي الأكل اللي أعمله لها، ولا حتى كانت بتسيب حاجة في البيت، والبيت كان على طول فاضي، وكان علي بيديها هي المصروف، وكانت بتاخده معاها وهي ماشية، وأنا كنت بخاف أتدخل ما بينهم عشان ما يحصلش مشاكل بسببي. هو أنا كل ما هرجع من الشغل هلاقيكي عند والدتك ولاقي البيت مش نضيف ومفيش حتى لقمة واحدة عشان أتغدى بيها؟ هو احنا مش هنخلص من الموضوع ده ولا إيه؟ أنا عايزة أحس إني راجل متجوز. أنا بقيت حاسس إني رجعت عازب تاني. هو عايزني أعمل لك إيه يعني؟ مش هو ده الوضع اللي اتفرض عليا بسبب إن المحروس أختك مشت كلامها عليك وصممت إن والدتي ما تجيش تقعد معانا؟ يبقى خلاص اقبل بالوضع اللي انت وافقت عليه من الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما ينفعش إنك تروحي لوالدتك مرة في الأسبوع أو مرتين حتى؟ هو لازم يعني تروحي لها كل يوم؟ ما هو بيتك برضه ليه حق عليكي. لا طبعا ما ينفعش إن أسيب ماما الأسبوع كله لوحدها وما أروحلهاش غير مرة واحدة بس في الأسبوع. أنت عارف إن ماما تعبان ولازم حد كل يوم يجهز لها أكلها ويديها العلاج بتاعها. ما هو أنا بقى مش هقدر أستحمل الوضع ده كتير. أنا خلاص تعبت. أنا عايزة أبقى راجل مستقر في بيتي، وعايز أرجع ألاقي مراتي مستنياني ومجهزة لي أكل، لكن الوضع بالشكل ده ما ينفعش. والله بقى لو عايز إني أقعد في البيت هنا وأخدمك يبقى توافق إن ماما تيجي تقعد هنا، إنما بقى لو رافض يبقى لازم أروح أخدم ماما كل يوم. أنا معاك في اللي أنت هتعمله، شوف أنت عايز إيه وأعمله. وطبعا عرفت تدخل لأخويا وتقنعه إزاي، ولقيت علي أخويا نازل ووشه أحمر وعينيه بتطق شرار. اسمعي مني الكلام اللي هقوله ده
عشان نبقى خلصنا من الموال ده خلاص. أنا مش هعيد كلامي ده مرة تانية. البيت ده بيتي ومحدش ليه كلمة هنا غيري، وحماتي هتيجي تقعد معاكي هنا. أنا خلاص تعبت من الوضع ده. أنا ما بقتش حاسس إني متجوز، وكل يوم مراتي عاملة مامتها حجة ورايحة عندها، وكده ما ينفعش يا أنهار. انت لازم تستحملي حماتي معاكي هنا. أنا ما بقتش مستحمل الهم ده. خلاص يا علي، هات حماتك يا حبيبي تقعد هنا زي ما انت عايز، بس ما كانش في داعي انك تنزل هنا وتزعق، وأول ما تبص في وشي تقولي إن البيت بيتك وانت حر فيه، تعمل اللي تعمله. أنا عارفة إن البيت بيتك وإن أنا ضيفة هنا مش أكتر. مش لازم تفكرني بكده كل شوية. والله احسبيها زي ما تحسبيها. أنا زهقت. أنا عمال أطلع أراضي مراتي فوق وأنزل أراضيك أنت تحت. ما بقتش عارف مين فيكم اللي صادقة ومين اللي كداب. مش عارف مين اللي كلامها صح ومين اللي بتألف من دماغها. أنا تعبت، عايزة أشوف اللي ورايا، ومش فاضي الحوارات الستات دي. فياريت بقى لما حماتي تيجي هنا ما يبقاش فيه الحوارات والشكاوي دي والعمايل اللي بتتعمل مع حكمة. عشان لو كنت أنا باجي على حكمة عشان خاطرك، فأنا مش هقدر أجي على الست الكبيرة هي كمان. ربنا وحده هو اللي عالم وشايف الحقيقة، وأنا مش مسامحة أي حد يظلمني أو يقول عليا كلام بالزور. وسابني عالي وطلع، وقعدت طول الليل وأنا دمعتي على خدي. وتاني يوم حماته جت وأنا كنت قاعدة ما اتكلمتش ولا نطقت، والأول مرة من سنة كاملة. وأنا قاعدها مع علي أخويا في البيت، ينزلوا كلهم ويقعدوا معانا على الأكل علشان يتغدوا في الشقة تحت مع حماته. بس أنا كنت قاعدة بعيط، كان دمي محروق وزعلانة من الكلام اللي هو قالهولي، وما قربتش من الأكل خالص. أصل ما حدش فيهم حتى فكر يعزم عليا بالأكل، وبقوا قاعدين ياكلوا ويتكلموا ويضحكوا ولا كأني موجودة. وعلي قبل ما يطلع شقته بس إيده وراس حماته: البيت بيتك يا حماتي، ولو أي حد بصلك بصة بس تزعلك قوليلي على طول وأنا أجيبلك حق. انت هنا كبرت البيت، واللي تقوليه ماشي على الكل، وأنا ابنك وانت مسؤولة مني من هنا ورايح. ما هو ده العشم برضو يا حبيبي. هو أنا اخترت أقعد معاك غير من حب فيك ولأني عارفة إنك راجل في بيتك وكلمتك هي اللي ماشية؟ وقعدت معايا في الشقة وبقى أمر واقع عليا. وبعد ما كلهم طلعوا لقيتها قامت ودخلت أوضة النوم وجابت كوفيرتا وحطتها لي على الكنبة. الكوفيرتا هي يا حبيبتي عشان تستغطي بيها وانت نايمة على الكنبة. معلش بقى، أصل أنا هنام في الأوضة، انت لسه صغيرة في السن وتقدري تستحملي نومة الكنبة، لكن أنا ست كبير وزي ما انت شايفة لو نمت على الكنبة يوم واحد مش هقدر أقوم من مطرحي. تصبحي على خير يا حبيبتي. وسابتني ودخلت نام، وأنا سلمت أمري لله ونمت على الكنبة. وتاني يوم الصبح بعد صلاة الفجر كنت قاعدة بسبح على الكنبة بعد ما خلصت صلاة، لقيت اللي خارجة من الأوضة وقعدت على الكرسي اللي قدامي. قومي يلا يا أنهار، مشي رجلك كده يا بنتي لحد المطبخ واعملي لي كوباية شاي، وشوفي لو في بقسماط ولا أي حاجة عندك كده هاتيهالي، بس بسرعة عشان بحب أشرب الشاي وآكل جنبه أي حاجة بعد صلاة الفجر. هو حضرتك عايزاني أقوم أنا اللي أعمل لك الشاي وأجيب لك طلباتك؟ هو حضرتك جاية تقعدي معايا هنا ولا جاية عشان أنا اللي أخدمك وأنت قاعدة؟ ما هو الطبيعي يا بنتي إن أنت اللي تخدميني، أمال يعني أنا اللي هقوم أخدمك ولا إيه؟ هو مين الصغيرة ومين الكبير؟ ولا أنت خلاص كده بقيتي معدومة النظر، مش شايفة إن أنا ست كبيرة في السن وبمشي بالعافية؟ قومي اتحركي يلا اعملي اللي قلتلك عليه، بدل ما أقول لعلي أخوك إنك مش طايقاني في البيت ومبهدلاني. يعني مش كفاية إن بنتك ما بتتقيش ربنا وعمالة تتبلى عليا، هتبقى انت كمان تعملي زيها؟ مش كفاية إنك نيمتيني على الكنبة ودخلتي انت نمتي على سريري في أوضة نومي؟ هو انت هتقعدي تردي عليا الكلمة بكلمتها؟ مش كفاية وكتر ألف خيرنا إن احنا سايبينك قاعدة في بيت بنتي؟ وبعدين سرير ايه وفرش ايه اللي بتاعي ده؟ انت الهدمة اللي عليكي نفسها ما تملكيهاش. البيت ده كله من أوله لآخره بتاع بنتي وبتاع أحفادي من بعدها، لكن انت يا حبيبتي مالكيش حد، ولا ليكي لا عيل ولا ليكي حد تقعدي عنده. يعني احنا مقعدينك هنا شفقة، فياريت تقومي تخدميني وتتحركي وتعملي بلقمتي. منك لله يا علي، انت اللي حوجتني ان اقعد معاها في شقة واحدة. الله يرحمك يا حسن، لو كنت موجود ما كنتش اتبهدلت البهدلة دي كلها. معلش يا حبيبتي، بعد إذنك يعني لو مش هزعجك،
تخشي تندبي حظك وانتي بتعملي لي الشاي. دخلت عشان أعمل الشاي وأمري لله. ما هو أنا ما كانش قدامي حل غير إني أسايسها وأسمع كلامها، بدل ما أبص ألاقي نفسي في الشارع ما بين يوم وليلة. وعملت لها الشاي ودخلت أوضتي عشان أغير هدوم، وسمعت صوت علي أخويا وهو بره، وسمعتها وهي عمالة تعيط وتشتكيله. إيه ده يا ماما؟ هو أنت إيه اللي مقعدك بره في الساعة كده؟ أنا قلت هلاقيكي نايمة لحد دلوقتي، ما توقعتش إن ألاقيكي صاحية دلوقتي. معلش يا ابني، أصلي معرفتش أنام من شدة السقعة. أنت عارف بقى إن أنا ست كبير والسقعة غلط عليا، فتلاقيني تعبت شوية من النوم على الكنبة. وإيه بس اللي خلاكي تنامي على الكنبة؟ طب ما كنتي دخلتي ونمتي جنب أنهار أختي على السرير. ده أنت لما تعرفي أنهار هتحبيها قوي، دي غلبانة وطيبة والله. متشكرين يا ابني، مش عايزة أعرفها أكتر من كده، كفاية اللي هي وريتهولي من امبارح للنهاردة. الله يكون في عونك وفي عون حكمة بنتي إنها مستحملة أختك دي. ده انتوا أقسم بالله ليكم الجنة يا ابني. يا خبر أبيض، هي لحقت تعملك إيه مسافة سواد الليل؟ هو أنا كل لما أقول هتعقل ألاقيها تعمل حاجة تقلب بيها الدنيا تاني. والله أنا مش عارف إيه اللي حصل لها، دي ما كانتش كده أبدا أيام حسن جوزها الله يرحمه. احكي لي يا حماتي، إيه اللي حصل منها بس وزعلي، وأنا هخليها تعتذر لك إن شاء الله. هحكي لك إيه ولا إيه بس يا ابني؟ ده انتوا يا دوبك طلعتوا من هنا وهي من حي ما فضلت تقول. ما تفكريش إنك كده قعدتي ورسيتي، ده انت قاعدة بشكل مؤقت، وبعد كده أخويا هيرميكي في الشارع. البيت ده بيتي وبيت أخوي، انت مالكيش حاجة هنا، وبنتك بكرة تتطلق وما تدخلش البيت هنا تاني. ولما جيت أدخل الأوضة عشان أنام راحت قافلة الباب في وشي وقالت لي اخرجي بره. هو انت كمان عايزة تنامي في أوضتي وعلى سريري ولا إيه؟ ولقيت يا ابني اللي خارجة من الأوضة بعد الفجر وصممت إني أقوم أعمل لها الشاي عشان تشربه، ولقيتها بتقول لي إن دي عوايدي واعملي حسابك على كده من هنا ورايح. لا يا ابني، أنا صحتي ما تستحملش كده أبدا. حرام يا ابني والله، ما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده، ده أنا ست كبيرة. لما سمعتها بتقول لعلي كده خرجت بسرعة عشان أقول له الحقيقة، لكن هو ما ادانيش فرصة، وأول ما شاف وشي فضل يزعق. يعني انتي مش كفاية المشاكل اللي عاملاها مع مراتي من ساعة ما حطيتي رجلك جوه البيت، وانا كلمتك كذا مرة وفهمتك ان دي ست كبيرة وهتيجي تقعد هنا وانتي تعامليها زي والدتي، تقوم انتي تقلي ادبك عليها؟ كان هيحصل ايه يعني لو قمتي عملتي الشاي لنفسك، ولا دخلتي الست المريضة دي تنام جنبك في السرير؟ هي يعني كانت هتاكلك؟ والله العظيم كل الكلام اللي قالته ده كدب يا علي، ده انا اللي نمت على الكنبة طول الليل، وكمان لقيتها خارجة وطلبت مني أعمل لها الشاي، وفضلت تقول لي ده بيتي وبيت بنتي وأحفادي من بعد بنتي، واللي مش عاجبه يطلع بره في الشارع. ده أنا أختك يا علي وأنا اللي مربياك، المفروض تصدقني وتقف في صفي أنا مش في صف الغريب. يعني أنت عايزاني أكدب الست الكبيرة وأصدقك أنت؟ وأعمل كده ليه إن شاء الله؟ بأمارة إيه؟ إذا كنت كارهة وجودها من الأول، يعني من الطبيعي إنك أنت اللي تعملي مشاكل وتعملي الغم ده. ده أتاري حسن الله يرحمه مات وجاله المرض من عشرته فيكي. اعملي حسابك يا أنهار، لو سمعت شكوى واحدة منك مرة تانية مش هيحصل لك كويس مني. لا لا يا ابني، بلاش تزعق لأختك وتقول لها كده، أنا مش جاية هنا عشان أعمل ما بينكم مشاكل يا ابني. لو عليا أنا هروح أقعد في بيت ابني واستحمل مراته، ولا إني أقعد هنا وأحس إني مفرقة ما بين الإخوات ومضايقة أصحاب البيت مني. ده بيتك وبيت بنتك وبيت أحفادي، وأنا زي ابني وانتي مسؤولة مني يا حماتي، ومش عايزة اسمعك مرة تانية بتقولي انك هتمشي من هنا. البيت ده بيتك قبل ما يكون بيت اي حد فينا، واللي مش عاجبه وجودك هنا ومش متقبله يتفضل يمشي من هنا والباب يفوت جنب. بصراحة كنت مصدومة من اللي انا بسمعه من علي اخوي، ما كنتش مصدقة ان هم يقلبوا عليا بالسرعة دي، وما كنتش عمري اصدق ان علي يصدق ان انا وحشة وان انا انسانة عديمة اخلاق بالشكل ده. بس ما كانش ليا مكان تاني اروح، ولا كان ليا حد يصرف عليا غير علي، وعشان كده قعدت ورضيت، وبقت حكمة ومامتها مشغليني خدامة ليهم فوق وتحت، وكنت بشتغل وانا ساكتة عشان خاطر افضل قاعدة في البيت والاقي مكان يلمني. وفي يوم بعد ما صليت الفجر لقيت مامة حكمة خارجة من الأوضة، وكانت نكشة شعرها ولابسة جلابية مقطوعة، وأول ما خرجت في الصالة فضلت تصرخ وتصوت وتلطم على وشها، وأنا بقيت عمالة هدي فيها وهي تزق فيا
وتشد في هدومي وتقطعها، ولقيت علي أخويا ومراته نازلين جري من فوق على صوتها. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ انتوا كويسين؟ مين اللي عمل فيكم كده؟ ومين فيكم اللي كانت بتصوت وبتصرخ؟ ما تردوا عليا، في إيه؟ أنا والله يا أخويا ما أعرف في إيه. أنا كنت قاعدة هنا بسبح بعد ما صليت الفجر، لقيتها خارجة ونكشة شعرها ولابسة جلابية مقطعة زي ما انت شايف كده، وعمالة تصرخ وتصوت وتلطم على وشها. ولما قمت وحاولت أهديها لقيتها مسكت في هدومي وبهدلتني زي ما انت شايف كده. منك لله يا مفترية يا ظلم، هو انت شايفاني ست مجنونة ولا صغيرة عشان أعمل اللي انت بتقولي عليه ده؟ ده هي يا علي يا ابني اللي خلتني نايمة على الكنبة زي كل يوم، ولقيت اللي خرجت ونزلت فيا ضرب بعزم ما فيها، واحاول احوش عن نفسي واقول لها ابوس ايديك يا بنتي، ابوس رجليك يا بنتي. ابدا، انها ترحمني ابدا يا ابني، ولا سابتني من ايديها. فضلت اصوت واصرخ عشان تنزلوا تلحقوني وتنجدوني منها. انا هرجع بيتي يا ابني، ما هو مش معقوله البهدله اللي اختك مورياها لي دي. ده كفايه انها مشغلاني عندها ولا الخدام، لكن حصلت انها تمد ايدها عليا وانا ست كبيره في السن. حرام، ده ما يرضيش ربنا والله. يلا يا ماما، يلا عشان نلم هدومنا ونمشي من هنا. طالما أنهار مش عايزانا في البيت يبقى الأفضل إن احنا نمشي بكرامتنا. هي مش هتسكت ولا ترتاح غير لما تطفشنا من هنا وتقعد هي لوحدها. وعلي مستحيل هيزعل أخته الكبيرة عشان خاطرنا، وأنا مستحيل أقعد معاها في مكان واحد بعد كده. ولازم علي يختار دلوقتي حاله، يا أنا وولاده في البيت يا إما أخته. أنا نفسي أفهم بس، انتوا مش عايزين نقعد في البيت ليه؟ هو أنا كنت عملت لكم إيه ولا كنت أذيتكم في إيه؟ مش كفاية اللي حصل لي؟ ولا هتبقوا انتوا والزمن عليا؟ أنا نفسي أعرف، انتي وبنتك عمالين تكذبوا على أخويا ليه؟ انتوا عايزين توصلوا لإيه بالظبط؟ مش كفاية دمرتوا العلاقة ما بيني وما بينه؟ كمان مش سايبيني أعيش في حالي؟ ده انتي وبنتك مشغليني فوق وتحت زي الخدام، وما بتكلمش ولا بشتكي، لكن حصلت إنكم تتبلوا عليا وتتهموني بكلام زور وظلم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انتي وبنتي، أنا مش مسامحاكم لا دنيا ولا آخرة. يعني هي ست كبيرة زي كده هتتبلى عليكي وتقطع هدومها وتنكش شعرها ليه؟ اتجننت ولا حصل في عقلها حاجة؟ ولا مراتي اللي كنت بطلع كل يوم من ساعة ما قعدتي هنا ولاقي دمعتها، من ساعة ما قعدتي هنا في البيت ولاقي دمعتها على خدها؟ أنا بصراحة بقيت مكسوف إن أختي واحدة ما عندهاش ولا قلب ولا إحساس زي. أنا ما كنتش أعرف إنك كده، واللي مصبرني عليكي إنك مالكيش حد غيري، لكن ما حصلتش إنك تمد إيدك على الست الكبيرة اللي قاعدة في أمانتي وحمايتي. يا إما تتأسفي لها وتبوسي على راسها دلوقتي حالا، يا إما هيكون لي تصرف تاني معاكي. لا يا حبيبي، أنا ما غلطتش عشان أتأسف لحد، ومش هقعد هنا تاني. ده أنا لو هقعد في الشارع وهاكل من الزبالة كفاية إن أقعد بكرامتي وما تقعدش تذل فيا كل شوية. وخلي حماتك ومراتك ينفعوك ويعوضوك عن أختك اللي ربتك وشالتك واتنازلت لك عن ورثها وفلوسها ووقفت جنبك العمر كله. ربنا يهدي لك حالك يا علي. وبصت ناحية حمات علي وقالت لها: افتكري يا حاج، يلي زرتي الكعبة وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، افتكري اللي انت عملتيه فيا ده كويس قوي، عشان أنا وانت هنقف ما بين أيادي ربنا، وأنا مش هسامح في حقي أبدا. وافتكري دايما إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وافتكري إن ربنا قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. اسمعني يا علي يا ابني، بلاش أختك تخرج من البيت، وصدقني يا ابني أنا وهي بعد كده مش هيحصل ما بيننا أي مشكلة، ولا هتسمع مننا أي شكوى تاني، وهنعيش مع بعض أنا وهي. أنا اللي أخدمها أو هي اللي تخدمني ما فرقتش، هي مهما كان زي بنتي وأنا زي أمها. اقعدي يا بنتي ما تمشيش، أبوس إيديكي. إيه يا ماما، هو في إيه؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ هو أنت خفتي من الكلمتين اللي هي حافظاهم وقالتهم لك ولا إيه؟ إحنا الحمد لله ما ظلمناش حد، ومصلحة إن هي هتخرج من البيت. خلينا نقعد مرتاحين بقى، ونبقى خلصنا من العقربة والحية الصفرة اللي بتنخر في حياتنا. اللهم لك الحمد إن جوزي حبيبي أخيرا فاق لنفسه وعرف الحقيقة. هو أنا عشان بقولك تتأسفي للست الكبيرة اللي أنت غلطتي فيها يبقى أنت عايزة تخرجي من البيت والناس تتكلم عليا وتجيب في سيرتي ويقولوا إني خرجت أختي من البيت وهي ملهاش حد غيري؟ يعني اللي يشوفك وأنت خارجة من عندي بهدومك
يفتكر إني طردتك دلوقتي. اسمعني يا ابني بس أرجوك، وبلاش تسيب أختك تمشي من هنا، وأنا هقعد وأفهمك على كل حاجة وعلى كل اللي حصل. أصل الموضوع يا ابني غير ما أنت مفكر خالص، ده الموضوع مجرد سوء تفاهم مش أكتر. أصل أنهار كانت بتهزر معايا، وأنا اللي أخدت الموضوع بجد. يا ابني أنهار زي بنتي، ما ينفعش تطردها من البيت، أنا مرضاش بكده أبدا. ما تسكتي بقى يا ماما، هو بعد ما أخيرا علي عرفها على حقيقتها وهيخلصني منها وأعيش براحتي، تقوم انت عايزة تبوظي كل حاجة على آخر لحظة؟ لو سمحتي بقى سيبي علي هو اللي يتصرف مع أخته ويحاسبها بطريقته، احنا ملناش دعوة، دول اخوات مع بعض، وانا وانتي المفروض ما نتدخلش ما بينهم. حكمة عندها حق يا حماتي، هو بعد اللي عملته ده كله ولسه بتدافع عنها؟ والله العظيم انتي محترمة يا حماتي، انا فعلا كنت مغشوش فيها، وسبحان من صبرني عليها ده كله. بس هعمل ايه، لازم اصبر على الابتلاء ده، ودي اختي، كنت هرميها فين يعني؟ بعد ما خربتي انتي وبنتك ما بيني وما بين اخوي، وفهمتيه كلام غلط عليا، ومليتي نفسيته من ناحيتي، جاية دلوقتي تقولي هنعيش مع بعض زي الاخوات؟ ولا لما فكرتك بكلام ربنا خفتي تقابلي ربنا بذنبي؟ انا مش مسامحاكي مهما عملت، عشان فرقتي ما بيني وما بين اخويا اللي ماليش غيره في الدنيا كلها. منك لله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ريتني ما سمعت كلامك يا حكمة يا بنتي، ويا ريتني ما جيتش هنا ابدا. انا كنت عايشة في حالي، وبسببك دلوقتي بقيت شايلة ذنب كبير زي ده. ويا عالم، يا عالم هقابل ربنا بيه ازاي. انا لاخر مرة هقولك الكلام ده يا انهار، بلاش تخرجي من البيت، انا مش عايز حد من الجيران يشوفك ويجيب في سيرتي. اقعدي في البيت وخلي بالك من الست الكبيرة اللي قاعدة امانة عندنا، وبطلي تعملي مشاكل مع مراتي كل شوية. النوم في الشارع والاكل من الزبالة احسن واهون الف مرة من القعدة معاك في البيت هنا. كفاية قوي اللي انا شفته من مراتك وحماتك الفترة اللي فاتت، وكفاية حسرتي فيك، وانت كنت ساكت وسلبي وما بتاخدش حقي. واللي زاد حسرتي اكتر انك صدقته وصدقت كل كلمة قالوها عليا. لميت هدومي وخرجت، حتى العفش بتاعي سبته له، وكانت الدنيا لسه مظلمة لان احنا كنا بعد صلاة الفجر على طول. وبقيت ماشية في الشارع ودموعي على خدي ومش عارفة اروح فين، وفضلت ماشية لحد ما تعبت وقعدت على الرصيف. وكان وقتها النهار طلع خلاص، وبعد ما ارتحت شوية قمت أمشي تاني، يمكن المشي يساعدني إن أفكر في حل أو ألاقي مكان أقعد فيه. وبالصدفة فضلت ماشية لحد ما لقيت نفسي قدام دار المسنين اللي أنا فيها دلوقتي دي، ودخلت واتكلمت مع المدير. معلش يا فندم، هو انتوا ممكن تقبلوا واحدة زي إنها تقعد معاكوا هنا؟ أنا والله مش هبقى عالة عليكم، أنا هكنس وأنضف وهمسح وهشوف طلبات كل اللي في الدار، ومش هزعل حد مني خالص. ووعدي لو حد اشتكى مني شكوى واحدة بس ابقي مشيني، ابقي اشتميني وبهدليني، ولو مش موافقة إن أقعد في الدار بترجاكي تسيبيني يومين اتنين لحد ما أدبر حالي وأشوف لي مكان أقعد فيه بدل ما أنام في الشارع. ممكن بس تقعدي وترتاحي وتفهميني حكايتك إيه بالظبط، يمكن ربنا يقدرني وساعدك. وحكت لها على كل اللي حصل من الأول للآخر. لا إله إلا الله، هو لسه في ناس بالشر ده؟ طب على العموم يا ستي ولا يهم، ولا يكون عندك فكرة خالص، احنا بنقبل هنا أي حد في الدار بصرف النظر هو عنده كام سنة. وطالما ملكيش مكان يبقى اعتبري الدار هنا بيتي، وفي مشرفين هنا مسؤولين عن كل النزلاء في الدار، ولو انت عايزة تساعدي معاهم فدي حاجة بحريتك انت، ولو مش عايزة تساعدي خلاص. لكن تأكدي ان محدش هنا ولا هيشتمك ولا هيهين ولا أي حاجة من اللي انت قلتيها دي. احنا هنا كلنا اخوات وأسرة واحدة، وانا اوعدك يا أستاذة اني مش هزعل أي حد مني خالص، وكمان هحاول أشوف لي أي مكان أقعد فيه عشان ما بقاش تقيلة عليكم هنا. أنا مش عايزاكي تقولي الكلمة دي تاني، إحنا هنا وهبنا نفسنا لمساعدة الناس اللي ملهمش ولا أهل ولا مأوى، فتقدري تعتبري الدار هنا مكان، وإن شاء الله هترتاحي معانا وما تخرجيش من هنا أبدا. وقعدت في دار المسنين وما فكرتش أرجع البيت تاني عند أخوي، ولا حتى عايز أعرف أخباره. وبقالي 3 سنين قاعدة هنا في الدار، ولقيت في الناس اللي هنا أهلي وأخوات، وعوضوني عن اللي أنا شفته من بعد جوزي الله يرحمه. ومن ساعة ما دخلت الدار وما بخرجش منها خالص غير مرة كل شهر عشان أروح أزور قبر حسن جوزي وأقعد أدعيله وأبكي على حالي، وبقعد أحكي له قد إيه أنا اتذليت واتبهدلت من بعده.
كان فعلا ونعم الزوج والأخ ليا. عمري ما ضحكت من قلبي ولا شفت يوم حلو من بعده. ومن يوم ما اتجوزت حسن عمره ما نيمني زعلان، ولا عمر الدموع دي عرفت طريق عيني. الله يرحمه. أنا دايما بدعيله كتير قوي وأنا بصلي، وبدعي ربنا إن أحصله قريب علشان أرتاح. طبعا يا جماعة كلنا عارفين إن الظلم وحش وما يرضيش ربنا. ربنا يكفينا شر ظلم العباد يا رب، ويغفر لنا ويرحمنا. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم علشان نكبر ونستمر بيكم. وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.